تساؤلات طرحت تحت قبة البرلمان. وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية قدموا إحاطة شاملة تخص مدى متانة الشريط الحدودي إثر الأوضاع المتوترة في المنطقة. مؤشرات طمأنينة وكفاءة عالية مسجلة لدى الأجهزة الأمنية، فلا قلق وفقا لنواب. أوضحوا القادة الأمنيين والسادة الوزراء على أن هناك استعدادات كاملة اتخذت بين الحدود العراقية السورية، وهناك قوات أمنية وأبناء الحشد الشعبي والجيش العراقي على هبة الاستعداد لمعالجة أي تحرك يلفت النظر أو أي تسلل يحدث من الجانب السوري. ما عملت عليه الأجهزة الأمنية طيلة السنوات الماضية عبر نصب الجدار الكونكريتي على الحدود واستخدام التكنولوجيا المتمثلة بالكاميرات الحرارية جعلت من المشهد مختلفا بحسب نواب. هناك حدود مؤمنة بكاميرات حرارية، وهناك أيضا صب كونكريت على الحدود العراقية، وهناك تنسيق أيضا أمني بين سوريا وبين الحكومة العراقية على هذه الحدود لتأمين عدم دخول الدواعش. الوضع الأمني مستقر، هنالك أجهزة أمنية قادرة على التصدي متمثلة بوزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وكافة صنوف الأجهزة الأمنية قادرة على التصدي لأي حالة أو تعرض لا سامح الله. لم تخلو الجلسة من طرح كل تحد أمني من شأنه أن يؤثر على البلد، فالعراق يعيش بمحيط مليء بالصراع. حدود مؤمنة وتحصينات قائمة واستعداد دائم ودعم متواصل. جلسة برلمانية كانت محملة بكم من إجابات على أسئلة تركتها الأوضاع الحالية، فالعراق يبحث عن السلام والأمان الكامن. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.